عندنا في مصر كل حاجة بالعكس، حتى الأمثال ميكس. تعال أحكي لك حكاية الأمثال اللي تقولها وتلاقي في نفس الوقت ضدها. تعال معايا. الأمثال اللي هي عكس بعض أغرب ما حاجة ودنك تسمعها كده تستغرب، تبقى محتار مش عارف تعمل إيه فيها بالظبط. يقول لك مثلا إيه؟ خير البر عاجل، تقوم تتكل على الله، نويت إنك أنت تعمل خير. حلو، ما اختلفناش وألف شكر للي قال لك. لكن وأنت قايم يقول لك اقعد يا عم، ده كل تأخيرة وفيها خيرة، أنهي واحدة فيهم يا حاج؟ ربنا يكبر بخاطرك، أروح أعمل خير ولا أقعد يجي لي اللي هو عايز الخير؟ حيرتني. بس ماشية، وكل واحدة لها ظرف. ما تفهمش هل ده صح ولا اختراع؟ يعني احنا بنخلع من الموضوع بشياكة. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، صرفه ونزيه حاضر. ما انا كده معتمد على كلام الخبرة، الراجل صرف كتير والخير اللي عنده ده بناء على اللي هو صرفه من الأول، ما كان نس مش بخيل. تيجي تصرف يقول لك خلي بالك يا ما انت هتصرف قرشك خليه، لان القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود، واسود من الكلام اللي انت بتحكيه. حيرتنا اقسم بالله. يا بخت من وفق راسين في الحلال، ألف ألف شكر. عايز تستر البنات، طب مع أول مشكلة تحصل لهم نفس ذات الشخص يقولوا له ما قلنا لك يا حاج ما يمشي في جنازة ما تمشيش في جوازة. أنا كنت عايز أعمل خير والله، وبعدين ما ضريتش حد، سترت الناس. يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. حقك مخدوعة، يعني اتجرحت كده من أي راجل فبتقولي الكلمة. طب بتسخني ليه على باقي الناس؟ لكن العقلة بقى الراسية تقول لها إيه؟ يا ستي ده ظل راجل ولا ظل حيطة؟ حيطة مين يا لما حيطة تقع عليك؟ برضه الراجل اللي هو ظهر وسند تقولي عليه حيطة؟ مش حيطة بقى، ما الواحد ساعات بيتغاظ يعني، بيبقى في حمية بقى على رجولتنا، ما تضايقوناش. حتى الجنة نفسها ما سلمتش من الكلام العكس بعضيه ده. يقول لك جنة بلا ناس ما تنداس. برضه مش هتدخل الجنة انت علشان الناس اللي انت هما معاك من الاول. حيرتنا والله. حاضر يا عم مصدقك، وربنا سبحانه وتعالى هيخلي المؤمنين في الجنة. تيجي بقى تتكلم على تفصيلة المثل ده يقول لك بس البعد عنهم غنيمة. ما انت لسه قايل لي هتروح الجنة معاهم، حيرتونا والله. طيب اعمل الخير وارميه البحر. ده دعوة كده لعمل الخير في أي مكان مع أي حد مع أي زمان، ما تنتظرش النتيجة. تيجي تعمل الخير يقول لك حاسب، ما أنت خير تعمل شر تلقى. مش معقولة طبعا، المثل ده ضد حتى المنطق والشرع وحاجات كتير. اهدوا على بعض، بس ردود جاهزة بتاعت الناس. ناس جايه لك مستبشر بيهم، عايز تعمل واجب تقول لك ما شاء الله ده الخير على هدوم الوردين، ده انت حماتك بتحبك. اي حاجه تحصل مفيش حاجه، كوبايه بس يعني ازاز ب 3 جنيه تقع منك. يقول لك اصلا مش عارف ايه قاعدين يفيكوا شر الجايين. ما هو الناس ما عملوش شر على فكره، داخلين بزياره. وبص بقى على الكاس اللي بره، ما تقعدش احسبها هتلاقي نفسك انت اللي كسبان. داري على شمعتك تقيد، بس ما تاكلش واحده. اقول ولا ما اقولش؟ يعني الخير اللي موجود اللي انا فيه ده احكي عليه ولا ما احكيش؟ حيرتونا والله. ابعد حبه تزيد محبه. حاضر. طب البعيد عن العين بعيد عن القلب، اي واحده فيهم ازيد غلاوه وابعد، ولا انا ابعد خالص فهتنسي؟ ما تكرهوش الناس في بعض، برضو الناس بتاخد يعني بحس بعضها. مفيش حاجه اسمها البعيد عن العين بعيد عن القلب. مين يعني لو عيل يعني في غربه امه تسيبه ضدناها يا اخوانا؟ فهو ده الميكس بقى اللي بنقول عليه. لبس البوصه تبقى عروسه. طب ايش تعمل المشطه في الوش العكر؟ اصرف على دي ولا سيبها؟ كده كده العمليه بايظه معاها مش فارقه يعني. في الحركه بركه. حاضر. طب واللي طلع من داره اتقل مقداره، اطلع واتحرك واشوف مصالحي، ولا اقعد في داري بقى وكأنه ماليش دعوه بقى باي حاجه تحصل؟ والله العظيم احترم. ده حتى الزعماء برضه ما سلموش، يقولوا الكلام وعكسها. الناس الكبيره دي العقله الراسيه، يعني سعد زغلول قالك مفيش فايده. ماشي خلاص مفيش فايده، وانا مهما اعمل خلاص خلصت مفيش فايده. دخل بقى مصطفى كامل قال لك لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. حيرتونا كل حاجه والعكس، بس كله ده في مصر بس. واللي انا قلته لك ده هتلاقيه في حصريات على حكاوي مصر. مش انا بقول لك؟ بس انت مش بتصدقني ولا بتصدقني؟
في امان الله.